السلام عليكم. بصراحه هذا التعادل مع النرويج ما خصناش نشوفوه غير من زاويه النتيجه واحد لواحد. ممكن تقول نتيجه عاديه في ماتش ودي، ولكن اللي كان مهم اليوم ماشي شكون ربح وشكون خسر، المهم هو شنو بان، شنو خدم وشنو ما خدمش، وشنو الرسائل اللي خرجت من تشكيله محمد وهبي ومن الطريقه اللي لعب بها المنتخب. حيت اليوم شفنا واحد الحاجه واضحه، وهبي ما دخلش غير باش يدير وديه بارده، دخل بتشكيله فيها بزاف ديال المؤشرات، بحال بونو في الحراسه، حكيمي في اليمين، عيسى ديوب وشادي رياض في القلب، مزراوي في اليسار، بوعدي مع نائل العناوي في وسط الميدان، ومن القدام اناحي كصانع العاب، وابراهيم دياز في اليمين، والزلزولي في اليسار، والسيباري في دور المهاجم المتحرك. يعني الخطه على الورق كانت 4 2 3 1، ولكن في الميدان ما كانتش غير 4 2 3 1 كلاسيكيه. الفكره كانت واضحه، السيباري ما يبقاش حابس بين جوج قلوب دفاع، كان كيهبط شويه كيجر معاه واحد المدافع وكيخلي المساحه لابراهيم دياز والزلزولي يدخلوا من الجوانب للعمق. وناحي كان هو الرابط، اللاعب اللي خاصو يستقبل بين الخطوط، يبرد اللعب في الوقت المناسب ويسرعوا ملي تكون الفرصه. وهذا الشيء بان من الدقائق الاولى. المغرب دخل بضغط عالي، ما دخلش يستنى النرويج تبني اللعب براحتها، لا، المنتخب حاول يضغط على اول تمريره، خصوصا على ساندربيرغ واورسينيس واوديغار. الفكره كانت ما تخليش النرويج توصل الكره لهالاند وسورلوت بوجههم للمرمى، حيت الا وصلتهم الكره مرتاحه غتدخل في مشكل بدني كبير. وهنا خاصنا نعطيو نقطه مهمه لوابي. في البدايه المنتخب كان منظم في الضغط، ابراهيم دياز والزلزولي كانوا كيسدوا على الاظهره، سيباري كيقفل على قلب الدفاع اللي عنده الكره، وناحي كيطلع يضغط على لاعب الوسط اللي كينزل يستلم، ومن وراهم نائل العناوي وبوعدي كانوا قراب باش يربحوا الكره الثانيه. والهدف ديال ابراهيم دياز ما جاش من الصدفه، النرويج كان طالعه، جا واحد تحول سريع، الزلزولي خرج بالكره، دار داك الجري اللي كيعرف يديرو، شد القرار الصحيح وما مشاش يدير دريبل زائد، شاف ابراهيم دياز عطاه الكره، وابراهيم دياز دار اللي كيديروا اللاعبين الكبار، لمسه، تركيز وتسديده حاسمه. هذا الهدف فيه خلاصه الفكره ديال المغرب في الشوط الاول. ماشي ضروري تكون مستحوذ بزاف باش تكون خطير، المهم هو ملي تربح الكره شنو دير بها، واش كتخرج بسرعه، واش عندك لاعبين كيقدروا يضربوا في المساحات، واش القرار الاخير واضح. اليوم لقطه الهدف الجواب كان نعم، ابراهيم دياز كان اخطر لاعب في المغرب من ناحيه التاثير، ماشي غير حيت سجل، ولكن حيت كل مره كيتحرك للداخل كان كيدير مشكل للنرويج. علاش؟ لان النرويج كانت محتاجه تقرر واش الظاهر يتبعو، واش لاعب الوسط يخرج عليه، واش قلب الدفاع يطلع، وهنا كتخلق المساحه. ولكن خاص نقولوا حتى واحد الحاجه، ابراهيم كيحتاج دائما واحد يفتح ليه الخط، الا دخل هو للداخل خاص حكيمي يطلع في الجهه اليمنى وبوعدي او نائل العناوي يغطي المساحه باش ما توليش الجهه ميته. في بعض اللقطات هذا التوازن كان مزيان، وفي بعض اللقطات كان خاصو يكون اوضح. حكيمي رغم ان الماتش كان ودي بان انه داخل بعقليه قائد، ما كانش غير ظاهر كيطلع ويهبط، كان كيعطيك حل في البناء، كيعطيك سرعه في التحول وكيدفع النرويج ترجع للخلف. ملي حكيمي كيتقدم ابراهيم كيولي عنده حريه يدخل للعمق، وهنا كتولي الجهه اليمنى خطيره بزاف. في الجهه اليسرى الزلزولي كان مهم جدا في الشوط الاول، الزلزولي عطاك السلاح اللي ما كيتقراش بسهوله في تكتيك واحد ضد واحد، ولكن اليوم عجبني فيه اكثر القرار ديالو في لقطه الهدف، ما طولش، ما تشنش، ما بغاش يربح اللقطه بوحدو، خدم الكره في التوقيت الصحيح. وهذا الشيء مهم بزاف بالنسبه للاعب بحال الزلزولي. الموهبه موجوده، ولكن النضج في اخر قرار هو اللي كيرفع المستوى. المشكل هو ان خروجه بين الشوطين بدل بزاف من شكل المنتخب. قبل ما نهضروا على الشوط الثاني خاصنا نوقفوا عند مزراوي، خروجه في الدقيقه 29 ماشي تفصيل صغير. مزراوي كان داخل في اليسار، وهذا الدور ماشي سهل عليه، خاصو يراقب الجناح، خاصو يدخل للوسط في البناء، وخاصو يكون واعي بالمساحه اللي وراه. ملي خرج ودخل بالعمري المنتخب خسر لاعب عنده تجربه كبيره في التصرف تحت الضغط. وهنا خاصنا نقولوها، اكبر ربح في هذا الماتش ماشي النتيجه، واكبر خساره ممكنه ماشي التعادل، اكبر خطر هو الاصابات. مزراوي خرج بكري والزلزولي خرج بين الشوطين، وهاد جوج اسماء مهمين بزاف في مشروع المنتخب. دابا نمشيو للنرويج. النرويج بدات الماتش بشكل مرتب على الورق، 4-3-3، اوديغارد في النص، ساندربيرغ يعطي التوازن، اورسينيس يتحرك بين الخطوط، ومن القدام هالاند، سورلوت ونوسا. ولكن في الشوط الاول النرويج كانت مخنوقه. علاش؟ حيت المغرب قطع عليها الخروج النظيف. اوديغارد كان كينزل باش يستلم، ولكن كل مره كيلقى الضغط قريب، بيرغ ما كانش عنده وقت يدور بالكره، ونوسا ما خداش بزاف ديال الكرات في المساحه. اما هالاند بلا خدمه، هالاند الا ما وصلتوش الكره كيبقى بعيد على الماتش، وهذا اللي وقع تقريبا. النرويج حاولت تلعب على القوه البدنيه ديال سورلوت وهالاند، ولكن المغرب في الشوط الاول دبر هذا الجانب مزيان. شادي رياض وعيسى ديوب كانوا مركزين في الالتحامات، ونائل العناوي كان مهم بزاف في الالتقاط ديال الكره الثانيه. نائل بالضبط خاصو يتذكر في هذا التحليل، حيت دار خدمه اللي مهمه بزاف، قريب من الضغط، قريب من الكره الثانيه، وكيحاول يخلي الوسط ما يتقطعش. ضد منتخب بحال النرويج هذا النوع ديال اللاعبين ضروري، حيت الا خسرتي المعركه الثانيه غادي تلقى راسك كل مره كتدافع على عرضيه او كره طويله. بوعدي حتى هو كان عنده دور مهم في البدايه، يعطيك اول تمريره، يحاول يخرج الكره بهدوء وما يخليش المنتخب يضيعها بسهوله في المناطق الحساسه. ولكن دخول امرابط في الشوط الثاني كان مفهوم،
لهم. وهبي كان باغي يزيد الصلابه والتجربه، خصوصا ان النرويج بدات كتطلع اكثر وكتضغط اكثر. الشوط الثاني كان مختلف، النرويج فهمت ان الاختراق من العمق صعيب، اذا مشات للخطه اللي مناسبه لها: الاطراف، العرضيات، الكرات الجانبيه، والبحث على وجود داخل المنطقه. مع هالاند وسورلوت هادشي منطقي، انت عندك جوج لاعبين طوال وقويين وما غاديش تبقى تحاول تدخل من الوسط ضد فريق منظم، غادي تفتح الملعب، تجيب الكرات من الجوانب وتخلق الفوضى. وهنا بدا الاختبار الحقيقي ديال المغرب. في الشوط الاول المنتخب كان كيدافع لقدام، في الشوط الثاني وخصوصا من بعد التغييرات ولا كيدافع للوراء اكثر. وهنا الفرق الكبير، ملي كتدافع لقدام كتخلي الخصم بعيد على مرماك وكتربح الكره في مناطق ممكن تضرب منها بسرعه، ولكن ملي كتدافع للوراء خاصك تركيز عالي في العرضيات، خاصك مراقبه داخل المنطقه، خاصك ما تخليش كاتباك، يعني كره راجعه من الجنب لوسط المنطقه. والهدف ديال النرويج جا تقريبا من هذا النوع ديال الخطر. اوسكار بوب دخل وبدل الايقاع، لاعب خفيف كيدخل من الجهه، كيعرف يربح واحد ضد واحد، ماشي بحال سورلوت اللي كيعتمد اكثر على القوه والتمركز. بوب عطى للنرويج حاجه ما كانش عندها قبل، اللي هي السرعه في اخر 20 متر والقدره على خلق تمريره ارضيه خطيره، ومن ثم جا التعادل. بوب دخل من اليمين، لقى اوديغارد، واوديغارد دار اللمسه ديال لاعب كبير، ما كانش محتاج يبان 90 دقيقه كامله، لقطه واحده تركيز وتمركز وها هي الكره في الشبكه. وهنا خاصنا نكونوا منصفين، المغرب في هذه اللقطه كان خاصو يكون احسن في التغطيه، ماشي غير المدافع اللي قريب من بوب، ولكن حتى التغطيه على حافه المنطقه. اوديغارد لاعب معروف وما يمكنش تخليه يدخل للمكان ديال التسديد بكل اريحيه، ولكن في المقابل خاصنا نفهموا السياق. المنتخب كان دار بزاف ديال التغييرات، خرج عيسى ديوب، خرج شادي رياض، خرج حكيمي، خرج نائل، خرج أناحي، ابراهيم، السيباري، يعني الشكل كامل تبدل تقريبا. وهنا ولا الماتش اقل على الانسجام واكثر على تجريب اللاعبين. دخول رحيم يعطيك حركه، ولكن ما عطاكش نفس النوع ديال التحكم اللي كان كيعطيه الزلزولي في الشوط الاول. دخول الكعبي بدل الفكره، من مهاجم متحرك بحال السيباري مهاجم صريح داخل الصندوق، وهذا مهم لان وهبي كان باغي يشوف جوج نسخ من المنتخب. النسخه الاولى ديال السيباري كمهاجم وهمي، ابراهيم والزلزولي يدخلوا للعمق وأناحي يربط اللعب. النسخه الثانيه هي الكعبي كمهاجم صندوق، رحيمي وبلال الخنوس وايوب وميموني يحاولوا يخلقوا ليه الكرات. وانا السؤال اللي خاص يبقى مطروح ضد المنتخبات القويه بدنيا، واش الافضل نبدا بالسيباري باش نخرج قلوب الدفاع من بلاصتهم، ولا نحتاج الكعبي باش يكون عندنا لاعب ثابت داخل المنطقه؟ انا شخصيا بعد هذا الماتش كنقول السيباري اعطى فكره زوينه، ولكن خاصها تكون مدعومه بحضور قوي من الاجنحه. الا كان زلزولي وابراهيم في نهارهم، السيباري كمهاجم وهمي يقدر يكون حل ممتاز، ولكن الى الاجنحه ما خدامينش غادي تحس ان المنتخب ناقصه واحد داخل الصندوق. وناحي كذلك كان عنده دور مهم، ما كانش ماتش ديال الشو، ولكن وناحي في هذا النوع ديال المباريات خاصك تشوفه من زاويه اخرى، واش كيعرف يخرجك من الضغط، واش كيعطي التمريره اللي كتبدل الاتجاه، واش كيعرف يوقف الايقاع ملي الفريق محتاج يتهدد. في الشوط الاول كان مفيد، ولكن مع ارتفاع ضغط النرويج في الشوط الثاني المنتخب كامل فقد شويه ديال السيطره. بلال الخنوس دخل باش يعطي نسخه اخرى في مركز العشرة. الخنوس كيختلف على أناحي، اكثر عموديه، كيقلب على التمريره الاخيره وكيحاول يدخل بين الخطوط بطريقه مباشره، ولكن بما ان التغييرات كانت كثيره ما كانش سهل عليه يدخل في ايقاع منظم. دفاعيا شادي رياض خاص نوقفوا عنده قدام هالاند والسورلوت، ماشي سهل تبان مرتاح. صحيح هالاند ما كانش حاضر بزاف، ولكن هادشي حتى هو محسوب على التنظيم الدفاعي. ما تخليش هالاند يشم الكره، راه هذه خدمه كبيره. عيسى ديوب كذلك عطى حضور بدني وتجربه، ولكن الانسجام بينه وبين شادي رياض خاصو مزيد من الدقائق. بونو هو بونو، حتى الا ما كانش عنده 10 تصديات وجوده مهم. ضد منتخب كيهدد بالعرضيات والكرات الثابته، الحارس خاصو يكون عنده شخصيه وما يخليش الدفاع يتخلع. بونو كيعطيك هذا الاحساس، ولكن اكبر نقطه خاصو وهبي يخدم عليها من بعد هذا الماتش هي تدبير المرحله من الدقيقه 60 حتى ل 80، حيت هنا المنتخب تبدل بزاف، الضغط نقص، المساحات ولات اكبر، والنرويج ولات كتلقى الوقت باش تبني من الاطراف. صحيح وديه وصحيح خاصك تجرب، ولكن حتى في التجريب خاص الشكل يبقى واضح. ماشي مشكل تبدل اللاعبين، ولكن ما خاصكش تبدل الهويه ديال الفريق كامله. النقطه الثانيه خاص الدفاع ضد العرضيات. النرويج ما فاجاتكش، كان معروف انها غادي تلعب على الاطراف وعلى القوه البدنيه، اذا ملي كتعرف هذا الشيء خاصك تكون اكثر عدوانيه في اغلاق مصدر العرضيه، ماشي غير انتظار الكره داخل المنطقه. النقطه الثالثه هي التحول بعد فقدان الكره. في الشوط الاول كان مزيان لان نائل وبوعدي كانوا قراب، في الشوط الثاني المسافات كبرت، ولات النرويج كتخرج بسهوله اكبر ضد فرق كبيره. هذا التفصيل ممكن يضرب، ولكن باش نكونوا واضحين الماتش فيه بزاف ديال الايجابيات. اول ايجابيه هي البدايه القويه، المنتخب دخل بلا خوف بلا ضغط، خلق مشاكل وسجل بكري. ثاني ايجابيه هي ابراهيم دياز، لاعب حاسم وعنده جوده كتبدل الماتش. ثالث ايجابيه
ثانيه هي الفكره ديال السيباري، ماشي مثاليه ولكن واعده. ورابع ايجابيه هي شادي رياض ونائل العناوي عطاو اشارات مهمه. وخامس ايجابيه هي المنتخب عرف يحيد هالاند لمده طويله، وهذا ماشي امر بسيط. نجيو دابا للسلبيات اللي منها الاصابات. اولا مزراوي والزلزولي ما خاصهمش يكونوا مجرد تفصيل. ثانيا الفريق نقص بزاف من بعد التغييرات. ثالثا الهدف اللي تقبلناه في مشكل ديال التغطيه على الكره الراجعه. ورابعا خاص يكون عندنا وضوح اكبر، ملي نلعبوا بالسيباري شكون كيدخل للصندوق، وملي نلعبوا بالكعبي شكون كيوصلوا بالكرات. ورابعا خاص يكون عندنا وضوح اكبر، ملي نلعبوا بالسيباري شكون كيدخل للصندوق، وملي نلعبوا بالكعبي شكون كيوصلوا بالكرات. هذا الماتش بالنسبه ليا كان ماتش اجوبه صغيره. جاوبنا شويه على سؤال ديال الضغط، نعم المغرب قادر يضغط على فرق قويه. وجاوبنا على سؤال ديال ابراهيم، نعم ابراهيم هو واحد من المفاتيح ديال المنتخب. جاوبنا شويه على السؤال ديال السيباري، ممكن ولكن خاص المنظومه تخدم معاه. وجاوبنا شويه على السؤال ديال الدفاع عندنا واعد ولكن خاص تركيز اكثر في العرضيات والكرات الثانيه. وجاوبنا على سؤال ديال التغييرات، باقي خاص وهبي يلقى كيفاش يبدل بلا ما الفريق يضيع الشكل ديالو. التعادل مع النرويج ماشي كارثه وماشي حتى انجاز كبير، هو مرآة. وراتنا ان المغرب عنده جوده، عنده لاعبين يقدروا يربحوا لحظات، وعنده قدره ضغط ويخلق خطر ضد منتخب قوي بدنيا. ولكن وراتنا كذلك ان الفريق ملي كيرجع للوراء بزاف وملي كتكثر التغييرات كيولي قابل يتضرب من الاطراف ومن الكرات الراجعه. انا من هذا الماتش خرجت فكره واحده، ان المنتخب ماشي بعيد ولكن باقي خاصو يثبت الشكل ديالو. ماشي خاصنا غير اسماء كبيره، خاصنا توزيع ديال الادوار يكون واضح. ابراهيم يدخل لداخل، حكيم يفتح الخط، الزلزولي راوغ ولكن يختار الوقت، والناحي يربط ولكن ما يبقاش بوحدو، نائل يغطي ولكن خاص اللي معاه يبقى قريب، السيباري يتحرك ولكن خاص شي واحد يعوضو داخل الصندوق. وهبي اليوم عطانا ملامح ما عطاش جواب نهائي. والسؤال دابا للجمهور، واش عجبتكم الفكره ديال السيباري كمهاجم وهمي؟ واش ابراهيم خاصو يبقى في اليمين ويدخل للعمق ولا نعطوه حريه اكبر؟ واش اناحي هو الرقم 10 الرسمي ولا الخانوس خاصو ياخذ فرصته؟ واش ضد المنتخبات القويه بدنيا خاصنا نبداو بالكعبي باش يكون عندنا مهاجم داخل الصندوق؟ كتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات، حيت هذا الماتش ما خاصوش يتقرا غير بالنتيجه، خاصو يتقرا بالعقل بالتكتيك وبشنو غادي ينفعنا في الماتشات الكبيره. تلاقاو في الفيديو الجاي وديما مع المنتخب.